ازيكم. انا، ولا اعوذ بالله من كلمة انا، لما سبت مصر لسببين. السبب الاول والرئيسي هو انتشار الفكر الديني الرجعي فيها. كل شيء بقى يا اخي، وان شاء الله يا اخي، والاخت والاخ والاخت والبتاع ايه، والستات عشان تكلم واحدة ست تدوا ظهركم لبعض وتكلمها، والكلام الفاضي ده. ما عجبنيش الاسلوب اللي هو كان انتشر في مصر في الوقت ده، في عهد الشيخ الشعراوي. فلوس، كنت بعمل فلوس جد كويسة جدا، يعني كان دخلي من 500 ل 600 جنيه في الشهر سنة 86. واللي ما يعرفش يعني ايه 500 600 جنيه في الشهر سنة 86 يبحث ويدور. زهقت وطهقت من طريقة العيشة، فقدمت على ما يسمى في مكتب الميديست على منحة سلام. وحتى ما استنتهاش على ما تجيلي، رحت قدمت على فيزا وجيت هنا سياحة. يعني مش عايز اقول ان انا جيت مصر هنا عشان ابعت لها فلوس ولا احول لها، ولا عشان ارفع من راسها، ولا عشان اقف جنبها اقتصاديا، ولا كلها امور ذاتية وشخصية. واعتقد ان اي حد سافر من مصر سواء لدولة اوروبية او عربية فهو بيسافر لمصلحة شخصية. وكمان أي فلوس حولتها لمصر، فأنا وغيري لما بنحول الفلوس لمصر ما بنحولهاش عشان نزود الاحتياطي الدولاري لمصر، ولا بنحولها عشان نقف جنب البلد في أزمتها الاقتصادية، ولا أي حاجة. بحولها عشان أهلي يشتروا زلط ورمل وطوب ويبنوا العمارة بتاعتي. نفس الحكاية بيعملها غيري وغيري وغيري. إذا المقولة والهيصة اللي شغالة اللي بدأها لي الأخ مجدي الجلال في البتاع بتاعه، إن مصر ولازم وتكافئ المصريين اللي عاملين. أنا أساسا ضد مبدأ أي امتياز العامل بالخارج. العامل بالخارج عامل بالخارج لمصلحته الشخصية وعشان مستقبله هو، مش عشان يقف جنب مصر واقتصاد مصر. انا ضد ان حكايه انتخاب او الاقتراع ان المصريين بالخارج يتعمل يشتركوا في انتخابات. ده كلام فاضي في حد ذاته برضه، وعبء على البلد بدون داعي. اللي بعيد عن البلد ومشاكلها وحياتها واللي ما ينتخبش، ما يكونش عضو فيها او اللي بيحصل فيها، طالما انه مش هيتاثر باللي بيحصل فيها. لما يبقى يرجع لها ويقعد فيها يبقى ينتخب. انما انتخابات المصريين في الخارج ده كلام فاضي وملوش اي لازمه. وبعدين عشان واحد غني يجي يبقى هنا ويمثلهم وينزل مصر كل شويه يحضر مجلس الشعب ويجي، ده كلام مش منطقي وكلام هبل. او واحد في مصر ملوش علاقه بالمصريين في الخارج ويمثلهم، برضه كلام هبل. حكايه المصريين بالخارج والانتخابات بتاعتهم كلام فاضي يجب انه يتلغي، لانه اساسا مدخل لتزوير. قال يعني اللي بيحصل جوه مصر مش فيه تزوير، بس احنا بنفترض امتيازات مصريين، يجيب تليفون ياخد عربية، ده كلام برضه فارغ. انا اعملها في حالة واحدة فقط، لما اكون عاوز اشجع اجيب دولارات اكتر زي ما كانوا عاوزين يعملوا. انما عشان تقول لي تليفون المحمول والحملات اللي شغاله لي دلوقتي، عيال هبله عبيطه طلع اولاد امبارح يقول لك حمله مش عارف ايه، ما تحولوش يا مصريين عشان منعوكم التليفونات، اللي احنا عارفين ان كلها تجاره في تجاره في تجاره. وانا ياما انطلب مني ان أنا اجيب تليفونات عشان الناس تتاجر فيها، وغيري. وبعدين اتلغى القرار ليه؟ ما هو بعد ما الناس استغلته بقى تروح تقابل الناس في الحج وفي العمره ويدوهم فلوس ويبعتوا معاهم تليفونات بيقول لك عملوا مليارات منها. طب انا يعني انا بدور عليه
ان المصري اللي سافر في الخارج سافر بالخارج لامور شخصية عشان يعمل فلوس، عشان يغتني. مش لازم يغتني من تليفون كمان. وبعدين يغتني ليه؟ ده المفروض ان هو يتحاسب احسن من غيره لانه قادر. فما ما ما الحملات اللي بتاع دي ناس بتكره البلد، وبحس انهم ما بيصدقوا يلاقوا اي حاجه يبتدوا يعملها بيهم، يعملوا منها فيديوهات بقى وايه. قال يعني ايه؟ ما تحولش فلوس، ما تبنيش العماره عشان مصر قالت لك ما تاخدش تليفون محمول او هتدفع عليه جمرك. يا جماعه خلي بالكم انا قلت لكم قبل كده، انا اتمنى ان مصر يكون فيها 100 مليون يوتيوبر وفيسبوكر وتيك توكر والجماعه دول. اتمنى ان كل الناس تعمل فلوس من الحاجات دي، ولكن خلي بالكم، انا بتمنى ان الناس تعمل فلوس او تبقى يوتيوبرز. ليه؟ لان هو عشان يعمل فيديو هيبتدي يبص ويقرا ويشوف، احتمال الناس تبتدي تفكر. بعد اذنكم بقى عشان ارد على التليفون.